طيب يا جماعه بقى، موضوع تاكس ديدكتبل ديت يعني ايه؟ يعني انت بتشتغل بس انت بتعمل 10,000، هتلاقي نفسك في 2000 3000 دولار رايحين الهوا. الناس بقى اللي بتفتكر التاكس ديدكتبل في نوعين: في حاجات انت بتشتريها تبقى تاكس ديدكتبل بس هي liability يعني سعرها بيقل، وفي حاجات تانية تشتريها بتبقى asset يعني ايه؟ بتعلى، مش على طول بس ساعات بتعلى وبتنزل، بس دايما بتعلى. احلى تاكس ديدكتبل اللي هو الاسيت، بالذات لو انت شاري البيت الاولاني واشتريت البيت التاني از انفستمنت. الانفستمنت يا جماعه يعني بيزنس، الداخل ماينس المصاريف وحاجه بسيطه قوي. فانت بقى تيجي تصلح البيت بتاع البيت الانفستمنت، اي حاجه صلحتها يبقى تاكس ديدكتبل. بروبرتي تاكس، انشورنس، الحاجات دي كلها تاكس ديدكتبل، ده بيزنس. فبلا تدفع التاكس الضرايب بتاعتك من البيت شيك بتاعك او انت سيلف امبلوي تدفعه عشان تجيب عربيه، لا جيب بيت احسن. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم، روح على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيكم وربنا معاكم.